كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وإن شاء الله يكون شهر سعيد ومملوء بالبركة وبالخير بإذن الله. هجاوب معاكم السؤال السنوي أو السؤال اللي بنسأله كل أول رمضان أو قبل رمضان بشوية من مرضى السكر تحديدا، وهو يا ترى أنا هعمل إيه السنة دي في رمضان؟ أنا هصوم ولا مش هصوم؟ صيام رمضان بالنسبة لمريض السكر بيعتبر من التحديات اللي بتواجه المريض تقريبا كل سنة. المرضى كلهم طبعا بيحبوا يصوموا شهر رمضان لأن ده شهر مملوء بالطقوس وبالعادات، وشهر فيه مزيد من العبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى، وطبعا الصيام في حد ذاته على رأس هذه العبادات. لكن مريض السكر عشان يكون قادر ان هو يصوم شهر رمضان لابد انه تتوفر فيه مجموعة شروط، من غيرها هيبقى صعب جدا انه يخوض تجربة الصيام بامان او بسلام. مريض السكر لازم يكون على الاقل عشان يقدر يصوم شهر رمضان على الأقل ليه من شهر ل3 شهور قبل شهر رمضان سكره منتظم. وانتظام السكر ده معناه إنه مفيش ارتفاعات ومفيش في نفس الوقت انخفاض شديد في السكر، يعني المريض ما يكونش عرضة للانخفاضات المتكررة للسكري. الانخفاضات دي طبعا بنعرفها بأنه السكر عند المريض ممكن يوصل ل70 ملي جرام. المفترض أنه لما ينخفض السكر يعطي مجموعة من الأعراض تنبه المريض أنه بسرعة يلحق نفسه وياخد حاجة سكرية، يعني عسل، عصير، شوكولاتة، أي شيء متوفر في اللحظة دي ياخده بحيث إن هو يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة. مش بس يكون المريض ما بيتكررش عليه الانخفاضات، لا، يكون المريض كمان قادر إنه يميز أعراض الانخفاض، يعني بتجيله إشارات إنذار، خلي بالك السكر عندك هينخفض. يبدأ يحصل تسارع في ضربات القلب، رعشة في إيديه، جسمه بيبرد شوية، خضر أو بتنميل في منطقة الوجه وخاصة حوالين الفم، تعرق شديد، وهو المريض من نفسه بيعرف إنه محتاج لحاجة فيها نسبة سكر علشان يخرج من الحالة اللي هو فيها. فإدراكه وجود الإنذارات ديت قبل انخفاض السكر مهمة جدا، وبالتالي يبقى مريض السكر اللي ما بيحصلش عنده الأعراض دي بيكون عرضة إنه فجأة ألاقيه دخل في غيبوبة انخفاض في السكر، ودي غيبوبة صعبة جدا وتجربة قاسية جدا، ومشاكلها لا تقل عن مشاكل غيبوبة ارتفاع السكر، بالعكس ممكن تودي بحياة المريض. فالمريض اللي ما بيقدرش يستشعر أو يحس بإنذارات انخفاض السكر ده بيبقى صعب جدا إن هو يخوض تجربة الصيام بأمان، وبالتالي بننصحه بعدم الصيام. إلى جانب انتظام السكر وعدم العرضة للانخفاضات المتكررة، وإن المريض يكون عنده القدرة على التمييز مؤشرات انخفاض السكر عنده، لابد أن يكون المريض دهوت ملتزم بقياس السكر. يعني أنا ما ينفعش أصوم شهر رمضان 30 يوم وأنا مش بقيس السكر مرة واتنين، وأحيانا بنقيس السكر من 5 ل7 مرات يوميا. أعرف قياس السكر قبل الفطار بيوصل معايا لقد إيه، بعد ما بفطر بيوصل السكر معايا لقد إيه، في بداية النهار، وسط اليوم، بعد السحور. وطبعا إذا حسيت بأي إرهاق أو إعياء على مدار اليوم المفروض إن أنا بقيس السكر. فلازم المريض يبقى عنده استعداد إن هو يتابع بقياس السكر. كمان المريض في أثناء رمضان، مريض السكري بشكل خاص، لازم يكون ملتزم بنظام غذائي صحي. يعني أنا مش هكون مريض سكر وباخد أدوية سكر وباخد تجربة الصيام ونظام أكلي مش مظبوط. فدي مجموعة من النصايح الخاصة بنظام الأكل في رمضان، ولابد من الالتزام بيها. لو حضرتك مش هتقدر تلتزم بالأكل الصحي لمريض السكر، والحقيقة هو مش أكل صحي لمريض السكر بس، هو أكل صحي لمريض السكر ولأي شخص حتى سليم، مش هتقدر تلتزم بالكلام ده، يبقى أنت مش هتقدر تصوم شهر رمضان بشكل آمن. مهم جدا انه مريض السكر ما يكونش في الفترة السابقة، على الأقل زي ما قلنا من شهر ل3 شهور قبل رمضان، ما يكونش حصل عنده لا قدر الله غيبوبة سكر، غيبوبة انخفاض، غيبوبة ارتفاع نسبة الأسيتون، حموضة في الدم. دي كلها حاجات مهمة. مهم جدا الحالة الصحية أو مشاكل السكر، يعني ما يكونش فيه قصور في وظائف الكلى. القصور في وظائف الكلى بيعكسنا في مسألة الصيام في حاجتين. الحاجة الأولانية إنه المريض اللي عنده قصور في وظائف الكلى ما ينفعش إن هو يتعرض لنقص سوائل في الجسم، وده ممكن يحصل لأنه فترة الصيام دي بتمتد حوالي 16 ساعة ما بياخدش فيها المريض أي نوع من أنواع السوائل. الحاجة التانية إنه قصور الكلى
في مريض السكر بيخليه عرضة أكتر لانخفاضات السكر، وبيخلي انخفاضات السكر عنده أكتر قسوة وحدة من الشخص اللي ما عندوش قصور في وظائف الكلى. ما يكونش المريض كمان عنده مشاكل في عضلة القلب، يعني مثلا ما يكونش فيه هبوط في عضلة القلب، ما يكونش فيه مشاكل في الشريان التاجي، لأنه انخفاض السكر أو ارتفاع السكر بيأثر بشكل كبير جدا على القلب في الحالات دي، وممكن يعرض المريض لا قدر الله لأزمة قلبية. نيجي بقى لحتة الأدوية أثناء الصيام. طبعا مريض السكر بيقعد مع الطبيب المعالج وبيخوضوا في مناقشة كيفية الصيام أو إمكانية الصيام، وبعد ما نتكلم عن إمكانية الصيام نتكلم عن كيفية الصيام. ومن الكيفيات دي برضو إنه الأدوية اللي بياخدها المريض لابد من إننا نظبط الأدوية دي، لأنه في أدوية كتيرة الحمد لله دلوقتي، وخصوصا الأدوية الموجودة مؤخرا لعلاج السكر ما بتحتاجش تعديل كتير في الجرعات بتاعتها. جايز نغير شوية من التوقيت بتاعها، ولكن كجرعات ممكن ما تحتاجش. لكن اللي بيحتاج فعلا لتعديل في الجرعات هو نوعين، طبعا أهمهم الأنسولين، وتاني حاجة نوع آخر من الأدوية الحبوب اللي بيتعاطاها المريض بالفم، ولكن هي بتأثر على إفراز الأنسولين من البنكرياس. دي ممكن تحتاج لتعديل في الجرعات أثناء الصيام عشان المريض ما يكونش عرضة للانخفاض أو الارتفاع في السكر. مهم جدا كمان وأنا بحدد المريض بتاعي مريض السكر هيقدر يصوم ولا لأ، إني أسأله وأعرف منه تجربته الشخصية مع الصيام في السنوات السابقة. يعني أعرف منه طب أنت عايز تصوم السنة دي، طب السنة اللي فاتت كان أخبارها إيه، واللي قبليها كان أخبارها إيه، صمت ولا ما صمتش؟ أيوة يا دكتورة صمت كام يوم؟ لا أنا صمت رمضان كله بس فطرت يومين 3. طب هنا بقى نركز سبب الفطار إيه؟ يا ترى إحنا فطرنا عشان فيه انخفاض، عشان فيه ارتفاع، عشان فيه إرهاق؟ إيه السبب؟ وإيه التعديلات اللي أنت عملتها السنوات السابقة في خطة العلاج بالنسبة لك، وكانت ناجحة أو غير ناجحة، وليه ما كانتش ناجحة؟ وإذا كانت ناجحة يا ترى احنا نقدر نكرر التجربة في السنة الجديدة أو في شهر رمضان السنة دي ولا لا؟ فالتجربة الشخصية للمريض مع الصيام مهمة جدا. كمان مهم نعرف كلنا إنه القرار ان انا اصوم شهر رمضان المفروض نكون محددينه من بدري شويه، يعني ما نزنقش نفسنا الاول يوم وتاني يوم الاسبوع الاولاني من رمضان ونقول احنا هنصوم ولا مش هنصوم. لا، يعني المفروض نكون مجهزين لحاجه زي كده على الاقل من 6 أسابيع ل 8 أسابيع قبل شهر رمضان، اكون عامل او عامله زياره للدكتور بتاعي وظبطت علاجي وعارفه بالظبط انا داخله شهر رمضان او انا داخل شهر رمضان بخطة علاج وأسلوب حياة شكله إيه. مهم جدا مع صيام شهر رمضان إنه ناخد كفايتنا من النوم، لأنه الاضطراب اللي بيحصل في النوم في شهر رمضان برضو بيصعب الأمور بالنسبة لتظبيط نسبة السكر في الدم.